القصة بتبدأ لما الإلهة منحت نورها لعالم كان بس دوامة سودة من العدم، فشكلت قارات وخلقت التسعة أجناس: الدراغونويد، الإلف الأسود، الأوني، الأقزام، الشياطين، القنطور، شعوب الوحوش، وأخيراً البشر. كان في قرية هادية شاب مليان أحلام ودع عيلته عشان يبدأ رحلة بعيد عن البيت، مع أكبر أمنية إنه يبقى مغامر عظيم ويدي حياة أحسن للي بيحبهم. بس الواقع ضربه بقوة لما وصل للمدينة الكبيرة، حيث كل الناس عايشين بعجلة من غير أي صبر في جو مختلف تماماً عن اللي يعرفه. التوتر زاد أكتر في تقديمه في جيلدة المغامرين المحلية، حيث عرف نفسه كلايت عشان يسجل. الموظفة سألت إيه الموهبة بتاعته وكشف الجاتشا اللامحدود. لما يدوس على زرار الجاتشا كارت بيظهر ولايت بيستدعي الحاجة الموصوفة فيه. في أول محاولة استدعى شوكة، بس الحاجة طلعت ملوية كلها ملهاش أي استخدام خالص. محاول يخبي الإحراج، أصر مرتين تانيين، استدعى تفاحة وقطعة عيش، بس الفاكهة كانت عفنة والعيش متعفن. الولد المسكين حاول يجادل إن الموهبة بتاعته عادة أحسن، بس الموظفة متشككة جدا ادته هوية كلاس اف الأقل في الجلدة من غير خيارات تانية. لايت قبل التصنيف وبخيط أمل سأل عن شغل متاح. الست أشارت لسبورة فيها أبسط المهام، بس جت ضربة تانية. معدل الأمية في المنطقة كان عالي جدا، ولايت ضحية تانية ما قدرش يقرأ كلمة واحدة. بعد تأكيد ده الموظفة أشارت لشغل يدوي أساسي زي جمع الحطب ونقل البضايع. رغم الأجر القليل بطلنا شمر واشتغل بكل قلبه، كرس جسمه وروحه عشان يعمل أحسن ما يقدر. مكافأته جت بالليل لما متعب استلم كيس صغير بعملات من قيمة قليلة قوي، لدرجة إنه حتى بعد يوم كامل شغل بالكاد يكفي يشتري وجبة محترمة. وعشان الوضع الصعب يبقى أسوأ، مجموعة من شعوب الوحوش قرروا يستفزوا الولد المسكين، وقعوه على الأرض وسرقوا فلوسه اللي تعب عليها. فوق ده الناس حواليه شهدوا المشهد وتصرفوا بلنبلاه تامة، بعضهم حتى قال له يطلع من الطريق كأنه بس زبالة مرمية في الشارع. مع ذلك مش كل حاجة كانت أشواك. لمفاجأة الولد، من نفس المجموعة اللي هجمته إلف جميلة زي النهار مدت إيدها عشان تساعده، ركعت على الأرض وادته حضن، إشارة حب ما كانش يتخيل إنه يستلمها. إلف بتوسخ ركبها عشانه. لايت فكر إنه بيحلم، بس الست أكدت له إن ده كله حقيقي. المجموعة بتاعتها اسمها كونكورديا القبائل، كان عندها أعضاء بيمثلوا كل واحدة من التسع أجناس المولودة من نور الإلهة: الرجل الوحش جارو، الإلف ساشا، الدراغوني دراغو، الشيطان ديابلو، الأوني أوبورو، القزم نانو، الإلف الأسود سيون، والقنطور سانتور. كان ناقص جنس واحد بس عشان يكملوا المجموعة، وعايزين لايت يبقى العضو الأخير بيمثل البشر. مع بعض هيحاربوا ضد التمييز ويخلوا العالم أكتر مساواة. أكيد لايت ما يضيعش فرصة زي دي ووافق على طول انضم للفريق. بس مواكبة مجموعة قوية قوي من المغامرين ما كانتش سهلة خالص. مع مرور الأيام لايت واجه مخلوقات قوية بشكل رهيب، وكونه الحلقة الأضعف كان دايما محتاج يتحمى بواسطة رفاقه، عادة بواسطة ساشا اللي كانت بتحرص تخلي الشاب البشري آمن كل ما تقدر. بسبب التصرف الحمائي المبالغ فيه ده بقت هدف لمزح الأصحاب اللي كانوا بيقولوا إنها دايما بتحط لايت تحت جناحها. كانت بتحلف إنها بس بتحاول تمنعه يتأذى عشان لو حاجة حصلت ممكن يلطخ سمعة المجموعة. الحقيقة إنه حتى لو مش مقاتل، لايت كان بيبقى مفيد بحمل حاجات الحلفاء وتحضير شاي رهيب خلال فترات راحة المغامرات، اللي شوية شوية كسب ثقة الرفاق، لحد ما في لحظة معينة جوه سرداب الزعيم دراغو طلب من الكل يوقفوا. حسب قوله المكان ده عمليا طريق مسدود، كان مثالي لما هيعملوه. الجو بقى تقيل والتوتر كان واضح على وش كل عضو في المجموعة غير لايت اللي بريء، فكر إنها بس وقفة للراحة وبدأ يحضر الشاي المعتاد بتاعه. مع ذلك دراغو كشف السبب الحقيقي: الشاب البشري كان بيتطرد من المجموعة. لايت مصدقش اللي سمعه، مش قادر يفهم سبب قرار مفاجئ كده، عشان كل الناس كانوا يبانوا بيحبوه وكان دايما بيعمل شغله صح. حتى ساشا اللي دايما كانت توريه حب كبير قوي دلوقتي بتتصرف باحتقار عميق، مستنفدة من عدم قدرة الولد يفهم اللي بيحصل. كان رأي إجماعي البشري كان بس عبء ميت، ودلوقتي هيتخلصوا من الريحة الكريهة لجنسه. في عدم تصديق كامل لايت سأل ليه ضموه في المجموعة من الأساس. شرحوا إن رؤسائهم فكروا إن الولد ممكن يكون سيد بسبب الموهبة اللي عنده، وعشان كده لايت اتراقب طول الوقت زي فار تجارب عشان يدرسوه عن قرب. بس الاستنتاج كان واضح:
لايت كان عنده وضع بشري عادي، وده معناه إنه مش سيد، وده خلاه على طول عديم الفايدة لكونكورديا القبائل. في اللحظة دي ساشا حتى احتفلت عشان مهمتها كانت الاستمرار في نسل الإلف، ولحسن الحظ ما كانتش محتاجة تتجوز جنس أدنى زي البشر بأي شكل. الرؤساء أمروا بموت الولد، وعشان كده خدوه للطريق المسدود ده حيث يقدروا ياخدوا حياته من غير ما يثيروا شبهات. عشان ينفذ الأمر، الرجل الوحش جاره وري مخالبه الصلب اللي هتتستخدم عشان يمزق الهدف البريء بضربة مباشرة في وش لايت. الدم بدأ ينزل، وفي اللحظة دي الولد اتأكد إنهم فعلا هيقتلوه هناك ودلوقتي. غريزة البقاء البشرية خلته يجري بيأس على حياته، وساعتها ساشا رمت سهم ثقب رجله بعنف قطع هروبه وخلاه مستسلم تماما للموت. من غير ما يستسلم، لايت زحف على الأرض بينما جاره بيقرب. كل ثانية بتعدي وهو بيعيط. الولد كان بيصرخ إنه مش عايز يموت، بس إظهار الضعف ده بس زاد رغبة الراجل الوحش إنه يخلص منه. وبضربة من القدر، لايت ضرب الجاكبوت لما شغل بالصدفة فخ نقل فضائي على الأرض. عدوه حتى حاول يمنعه، بس لايت قدر يهرب بنجاح، ودلوقتي كان آمن، أو على الأقل لحد دلوقتي. على ما يبان، المكان اللي خلص فيه كان في أعماق السرداب، حيث مخلوقات قوية بشكل لا يصدق أكيد بتتربص جاهزة تظهر في أي لحظة. عارف إنه هيموت، لايت عيط وودع عيلته في أفكاره عشان مش هيبقى عنده فرصة يعمل ده شخصيا. متساب لحاله، الولد المسكين اتساب من اللي فكر إنهم أصحابه، اللي دايما كانوا يوروه احترام وحب، خلوه سعيد خلال الوقت اللي غمروا فيه مع بعض. في الآخر كل الكلام ده عن المساواة بين الأجناس ما كانش أكتر من هراء، ورفاقه القدامى ظهروا كأسوأ ناس. مع ذلك لايت مرماش المنشفة بعد كل اللي عاناه بسببهم، وعد يقتلهم واحد واحد ينفذ الانتقام اللي يومها يجي. في الحالة دي لايت هيحتاج الأول يتعامل مع أفعى كلب الجحيم اللي ظهرت للتو في الكهف، مخلوق مستوى 1000 اللي البشري ملوش فرصة يكسبه. رغم إنه أضعف بلا نهاية من الوحش في كل الجوانب، الولد ما قدرش ببساطة يتبلع من غير على الأقل يحاول مقاومة. من غير سلاح في إيده، كل اللي لايت كان عنده هو موهبته المنتقدة، الجاتشا اللامحدود. من اللحظة دي كل آماله اتحطت في المهارة دي، واللي الإلهة تحبه هيحصل. فدوس على زرار الحاجة وحرر كارت. فجأة ست تستدعت وحلفة تحمي سيدها. أبادت أفعى كلب الجحيم بسهولة لا تصدق، لابسة يونيفورم الخدمة بتاعتها. بعد ما حلت الموقف، الست اعتذرت إنها ما تجنبتش إصابات الولد، بس بأي شكل قدرت تعالج كل الجروح اللي عاناها، حتى بتاعت السهم في الرجل. ببساطة حطت إيدها قريب من جسمه وحررت طاقة خضرة هادية. دايما بتتكلم برسمية غريبة مليانة كلمات صعبة. الخادمة سألت لو سيدها يقدر يكشف اسمه. لما عرفت إنه لايت، بدأت تناديه اللورد لايت وبدورها، وعادت تخدمه في أي ظرف حتى لو اضطرت تضحي بحياتها. حلفت ولاء أبدي وغير مشروط. الشخصية الغامضة قدمت نفسها كمي خادمة وكارت نادرة جدا، مستوى 9999، مستدعاة بموهبة لايت الجاتشا اللامحدود. وبعدين مي استخدمت تقنية التقييم بتاعتها عشان تحلل وضع الشاب. شافت طبقات كتيرة من الأفل، وإمكانية كانت عارفة إن سيدها عنده عشان عينيها الخبيرة بتشوف أبعد بكتير مما الرؤية العادية تقدر توصله. حسب الخدمة، الجاتشا اللامحدود كان بعيد إنه يكون عديم الفايدة. الحقيقة دي كانت إنه مهما كان اللي الكل بيفكر فيه، الموهبة دي كان عندها حيلة قليل اللي يعرفوها. قوتها كانت متأثرة بتدفق المانا للمكان حيث الحاجة بتتشغل. كل ما التدفق أكبر وأقوى، كل ما قوة الجاتشا أكبر. في الحالة دي زي ما كان واضح، مي قدرت تستدعى بس عشان لايت خلص في أعماق السرداب حيث الطاقة كانت قوية. كانت حتى متأكدة إن الولد عمل ده بقصد من غير كبرياء كبير. اعترف إنه وصل هناك بالصدفة، هارب بعد ما تساب ببرود من اللي حلف إنهم أصحابه. متذكر صدمته الأخيرة، الولد ما قدرش يكتم دموعه وظهر ضعيف تماما قدام تجربة فظيعة قوي كده. بإظهار تعاطف، مي أدت الولد حضن تقريبا أمومي، حتى لو اعترفت إنها مش فاهمة تماما عمق معاناته. وضحت إنها مستعدة تستخدم كل قوتها عشان تطلب الانتقام اللي سيدها عايزه قوي. عشان ده لايت بس محتاج يدي الأمر، بس رفض المساعدة الساحقة دي عشان عايز ينفذ انتقامه بإيديه قد ما يبان مستحيل بقوته الحالية. في الحقيقة لايت كان متأكد إن مي مش شايفة إمكانية ده يحصل،
بس على العكس أظهرت دعم كامل للقرار وحطت نفسها تحت التصرف عشان تساعد سيدها بأي طريقة ضرورية. أكدت إنها ما كدبتش لما قالت إنها هتكرس حياتها تفضل جنب الشاب لايت. وكده في أعماق الهاوية السرداب الأصعب في المنطقة دلوقتي واعي بالقوة الحقيقية للجاتشا اللامحدود. لايت دوس على زرار الحاجة مرة تانية، بس المرة دي بهدف أكبر: بناء مملكة تساعده ينجز انتقامه. من اللحظة دي الغرفة المظلمة دي بدأت تتبلع بطوفان حقيقي من النور. والحلقة الأولى بتخلص هنا. لو عايز تتابع القصة دي اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة. لحد المرة الجاية.